بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. الليلة حنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا. في كثير من الناس ما واعين بالتعامل معها وبيهملوا صحتها. الليلة يا جماعة حنتكلم عن صحة المال، القروش. القروش دي يا جماعة لازم تكون مرتبة ترتيب صح ونهتم بصحتها، عشان نحن دي الحاجات الحاجة الوحيدة اللي بتجيب لنا المقتنيات بتاعاتنا وحاجات. طيب في استيك يا جماعة. طيب الاستيك ده أول حاجة في من الحاجات المهمة يا جماعة، إنه الزول بيشوف العملة في بتلقى بنك السودان المركزي، وتحت بتلقى الرقم بتاع الفئة بتاعتك، يعني مثلا 100 جنيه سوداني نحن، وبتلقى مثلا بالقلبة كده. أهم حاجة في صحة المال ده يا جماعة إنه يترتب البنك مع البنك، عرفتها؟ يعني تجي ترتب قروشك بالطريقة دي عشان نحن نقدر تكون القروش بصحة جيدة وتقعد معانا فترة أطول. لازم ترتيبها بالطريقة دي، ده الترتيب. بعدين كل فئة براها، يعني المئات مثلا تخليهم براهم بنفس الطريقة اللي رتبنا بها دي. هسه ده حنخليها هنا، ده بس للشر. ال 200 جنيه برضو كالآتي. نحاول بقدر الإمكان دائما لما نلقى شرطة في العملة يا إخواننا شنو نصلحها، إذا مفصولة تماما الشريط بتاع السوليتير عشان نحافظ على صحة القروش بتاعتنا. يلا نجي نرتب المتينات بالطريقة دي، البنك مع البنك كده، عرفتها؟ لما تلقى فئة عملتين مختلفات، مثلا دي صفراء ودي لونها أخضر، نحاول الخضر نبقيهم مع بعض والصفر مع دي صفراء، الثلاثة صفر بنخليهم مع بعض، والخضر نخليهم بفوق بالطريقه دي كده، ونجي نخلي المتينات بتحت والمئات بفوق. نجي للفئه بتاعت ال 500 جنيه يا جماعه، لا نحن لا بد من الاهتمام بصحه يا جماعه المال. ده بيساعدنا بعدين في العد، نجي نخط ال 500 مع بعض والمئات مع بعض. في حاجه مهمه شديده يا جماعه لصحه القروش، الاستيك اللي بتلف به القروش ده. لما تجي تكون داير تسحب من القروش عمله وهي مربوطه بالاستيك يا جماعه، حذاري من تحاول من نص القروش تطلع ورقه. الحاجه دي غلط يا جماعه، وكده لانه حتفصل لك الورقه لجزئين، والحاجه دي كعبه شديد لصحه النقود يا جماعه. عشان كده حاول اول حاجه بطل كسل، امرق الاستيك، وبعدين شنو طلع الفئه الدائره اديها للزول، وتعال تاني اربط الاستيك. فما في داعي للاستعجال تطلع الورقه من النص تشربها. نحن لازم نخلي القروش بتاعتنا بصحه جيده، وطريقه التخزين تكون للناس اللي بيحفروا حفر عشان يدسوا قروشهم. يا اخوان الحاجه دي خطر. جيب كيس خد فيه القروش واحفر حفرتك وادفيه كده نحن بنكون محافظين على صحه القروش. دي كانت حلقه برنامج صحتك. لغايه حلقه جديده في برنامج صحتك. السلام عليكم ورحمه الله.